قرية بني قادم هي إحدى القرى اليمنية، تتبع جغرافيا لمحافظة عمران وإداريا لمديرية عيال سريح، حيث يبلغ تعداد سكانها أكثر من 3000 نسمة. ما أروع مشهد قرية بني قادم بصومعتها الشامخة وحقولها المترامية ورقرقة مياه العيون وزقزقة العصافير وخضرة الأشجار ونضج الثمار. مرحبا يا طيب الاصل. بهرتنا القرية بشمسها الوهاجة وظلالها الوارفة وبهوائها اللافح ونسيمها الوديع وبغدرانها الهادئة وسواقيها النواحة. لا عادوا مرحبا يا طيب الاصل، تشرف الدار عقب سنين دارك وحلك عد. نعم، إنها قريتي ومسقط رأسي، حيث مرتع الصبا وملتقى الأحباب والأصحاب، تلك التي تقع على الضفة الشرقية لسد السراطيح العظيم. لقد أحاط بهذه القرية سهول ووديان مملوءة بالسيول وتلال من الزهور المتنوعة، والتي شكلت بألوانها القانية والصافية لوحة رائعة كقوس قزح، فلا يستطيع الرائي إلا أن يديم النظر فيها لساعات طويلة. علوي لابو الحمايم تجيد الصوت بالحون، ونورها قبهر مثل القمر يضوي على حينا كله وعلى الجيران، وخص مخصوص من بالطابق العلوي لابو الحمايم. قاع صياد هو قاع فسيح تكسوه الخضرة على مدى ناظري، يشتهر بالزراعة بشتى أنواعها، يشتهر بخصوبة تربته ومناخه المناسب، وهو ما جعله مناسبا لزراعة شتى أصناف الحبوب، حيث يزرع فيه الذرة والبر والشعير والحلبة والفاصوليا والعدس. نحط القدم رجلك على رجلي، نمشي الهوينة نجيب الوعل بقرون، من يزرع الخير يحصد وبايجني ويعيش في قصر عالي. قريتي عذرا إن غبت عنك، فمن القلب لم يغب الوصال، تنأى بنا الدنيا بعيدا وتدنو، وإلى سواك لا يطب الرحال، أرتوينا بك فخرا، فأنت نبع الكرامة ووطن الرجال. الخير يحصد وبايجني ويعيش في قصر عالي، شامخ البنيان.